سوريا تنشغل أسماء الأسد برشاقتها ومشترياتها، فيما هاجسها الأكبر بقاء ابنها وريثا لعرش الرئاسة. هذا ما جاء في تقرير بريطاني حديث أثار موجة غضب عارمة بنشره صورا وشهادات لمقربين من عائلة الأسد ومن زوجة الرئيس السوري تبرز عدم اكتراث الأخيرة بما يدور من حولها. التقرير جاء فيه أن السيدة الأولى تعيش حياة بدخ وتتباهى بذلك على وقع غارات وضربات عسكرية أودت بحياة 100,000 سوري وشردت أكثر من 2,000,000 خارج ديارهم. أسماء وبحسب مقربين منها تفعل كل ما في وسعها لإبقاء عقلها بعيدا عن الفوضى من خلال استمرارها بالتسوق عبر الإنترنت من أغلى الماركات العالمية ومتابعة آخر صيحات الموضة في لندن، وكذلك اهتمامها بالمحافظة على رشاقتها وبتوفير أرقى درجات الرفاهية لأطفالها الثلاثة. التقرير البريطاني كشف كذلك أن أسماء الأسد تنتقل بحرية تامة وتسافر بين الفينة والأخرى إلى لبنان لمقابلة استشاري القلب ووالدتها، كما أن عائلتها تزورها من حين لآخر. أسماء التي باتت بحسب وصف مقربين منها بلا قلب ومهووسة بالمبالغة بالاهتمام بمظهرها وأناقتها ورفاهية عائلتها، وثقة بحسب مقربين منها أن عائلتها ستحكم سوريا لسنوات قادمة، بل وهي على ثقة تامة أن ابنها الأكبر حافظ سيكمل مشوار جده وأبيه ليكون وريثا لعرش الرئاسة. سهام بن صاموش، العربية.